صباح الفل عليكم وسنة جديدة سعيدة عليكم إن شاء الله، وكل واحد نفسه في حاجة يحققها وتكون السنة اللي فاتت عدت عليكم بخسائر أقل. وإن شاء الله السنة الجديدة تكون أحسن علينا وعليكم إن شاء الله. فيديو 6 الصبح، أنا نزلت النهاردة 6:30 متأخر شوية عشان خاطر تكون الدنيا نورت شوية فأعرف أصور. إن شاء الله في الفيديو ده هقول لك إزاي تلعب تمرينة أبر بادي، أو بالتحديد إزاي تلعب تمرينة كتف كاملة حتى وانت عندك اصابه او حتى وانت عندك وجع، وتعرف تتجنب الوجع ده وتحقق افضل نتائج باذن الله. وعشان بس ابسط لك الامور، الموضوع ما فيهوش سحر ولا فيه تعقيد خالص. اي تمرينه بتوجعك في الجيم ايا كانت ايه هي التمرينه دي، بتتعامل معاها بثلاث طرق. اول طريقه انك تقلل الحمل وتلعب نفس التمرينه، وتزود الحمل تدريجي واحده واحده لحد ما توصل للحمل اللي انت كنت بتلعب بيه قبل كده. لو الطريقه دي ما نفعتش، فانت بتحاول بالطريقه التانيه ان انت تغير الزاويه اللي بتلعب بيها في التمرين وتكون بتستهدف نفس العضله اللي انت عايز تستهدفها. لو الطريقه دي ما نفعتش، فالطريقه الثالثه ان انت تشوف بديل للتمرين اللي بيوجعك لحد ما التمرين اللي كان بيوجعك يبدا يكون طبيعي بالنسبه لك. لو دخلت في الثلاث طرق والثلاث طرق ما نفعوش معاك، او لو الوجع مزمن، او لو الوجع بيزيد او بيتغير حدته، فانا انصحك هنا ان انت تروح لدكتور، ويكون دكتور متخصص في الاصابات الرياضيه عشان يقدر يشخصك. لان ممكن ساعتها هنا يكون الموضوع مش مجرد حمل زياده، ممكن يكون عندك مشكله في مفصل، او عندك مشكله في وتر، او عندك مشكله في عضله. طبعا قبل ما تبدا تمرين لازم تسخن كويس، وانا عشان اوفر وقت التسخين واسخن جسمي بصوره اسرع شويه، فانا بعمل مجموعات متتاليه ورا بعضها من كل تمرين. كل تمرين 10 عدات او 12 عده. طبعا انك تدخل تمارين تستهدف الكور او تستهدف عضلات الجذع بتاعك بشكل اساسي في التمرين بتاعك او في التسخين بتاعك، دي حاجه اساسيه ما نقدرش نستغنى عنها، لان الكور بتاعك هو اساس حمايتك من الاصابات، وفي نفس الوقت هو الاساس اللي تبدا من عنده البرفورمانس بتاعك يزيد، او الاداء بتاعك في التمرين واوزانك تزيد بسهوله. واهتم جدا باخر ثلاث تمارين دول في التسخين، وهو تمرين الدبليو وانت نايم، وتمرين الفي وانت نايم، والثراسك اكستنشن او فرد الظهر، عشان لو عندك طقطقه في كتفك او طقطقه ناحيه لوح الكتف هتفرق معاك التمارين دي جدا. وطبعا اكتر تمرينين بيبقى فيهم وجع او بيبقى فيهم مشاكل هو تمرين الاوفر هيب بريس بالدمبل وتمرين الشيست بريس بالبار، لان دول اكتر تمرينين بيبقى فيهم اوزان تقيله، وفي نفس الوقت الكتف بيبقى بعيد شويه عن جنبك او عن جسمك، فيبقى الوضع ده هو اكتر وضع فيه الكتف مش ثابت او مش ستيبل. لو جينا لتمرين زي الشيست بريس بالبار، فانت اول ما تمسك البار اتاكد ان كتفك مش مدور لقدام، ولازم تدور كتفك لورا وتلزق لوحين كتفك في بعض وتلزقهم في البنش وانت بتلعب. وتأكد انك طول العدات اللي انت بتعملها ظهرك من فوق لازق في البنش بقوة، عشان ده هيدي ثبات لكتفك وثبات لوح الكتف، وهيساعدك تلعب بأمان. وطبعا بعد ما نتأكد ان الاداء بتاعنا مظبوط واحنا بنتمرن التمرين ولسه الوجع موجود، فاحنا هنضطر نلجأ لأول حل ان احنا نقلل الوزن ونلعب نفس التمرين، لانه في الغالب بيبقى الوجع اللي انت حاسس بيه في الفترة دي هو وجع زيادة في الحمل البدني او زيادة في شدة التمرين بتاعتك وانت لسه مش مستعد ليه. ولو الوجع لسه ما ظبطش برضه، فاحنا هنخش في التعديل رقم 2. ببساطة هنبدأ نبدل البار بالدمبل، لأن التحكم في الدمبل هيكون بشكل أسهل وبشكل سلس، غير إن الدمبل بيبقى أخف كتير من البار، وفي نفس الوقت الدمبل بيستهدف نفس العضلة اللي بيستهدفها البار. وممكن نعمل تعديل بسيط، إن إحنا بدل ما ننزل في مدى حركي كامل إن إحنا ننزل لحد 90 درجة بس. ده هيقلل من الستريتش أو الحمل اللي نازل على الكتف بتاعك، فممكن يقلل لك الوجع اللي أنت حاسس بيه بشكل كبير. ولو التعديل ده منفعش، ممكن نبدأ نغير الزاوية اللي بنلعب بيها تماما، ان احنا نخلي كوعنا مضمومين في الجنب. ده مش هيبقى افضل حاجة لاستهداف عضلة الشيست، بس هيخليك تمرن عضلة الشيست بشكل كويس، وفي نفس الوقت هيقلل الحمل كتير جدا على الكتف. او ممكن تستغنى عن الاوزان الحرة تماما وتبدأ تلعب بالكيبل كروس مثلا. وفي الحالة زي دي حاول تخلي الخط او اللاين بتاع الكيبل تحت كتفك شوية، عشان تقدر تقرب كوعك قدر الامكان من جنبك، فتستهدف عضلة الجست وفي نفس الوقت تقلل الحمل على كتفك. وتمرين زي الشولدر بريس بالدمبل ده اكيد تمرين اساسي في جدولك التدريبي عشان تستهدف عضلة الكتف الامامية، وده تقريبا اكتر تمرين بيبقى فيه مشاكل او بيبقى فيه شكوى لو عندك مشكلة في الكتف بتاعك.
وعشان تعدل على تمرين زي ده هنخلي الكوعين باصين لقدام، فده هيسمح لك بمدى حركي افضل، وفي نفس الوقت هيقلل الاسترس او الحمل اللي موجود على الكتف. او ممكن تستغنى عن الاوزان الحرة وتستخدم الماشينز عشان تمرن عضلة الكتف الامامية، وده برضو هيحقق لك نفس النتائج، بس الجهاز هيرسم لك مسار حركي معين هتقدر تمشي فيه، فده هيخلي تحكمك في الحركة وتحكمك في الطلوع والنزول افضل وامن. او ممكن انك تغير التمرين كله بتمرين زي اللاند ماين، وتمرين ده قوي جدا في انه بيستهدف عضلة الكتف الامامية، وبيسمح لك انك تمرن كتفك الامامي بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت بيقلل الحمل اللي نازل على الكتف، لانه مش بيسمح انك تفرد الكتف بتاعك لفوق فرد كامل. ولو جينا لتمرين زي الرفرفة الجانبي، فأول تعديل ممكن تعمله عليه إنك تخلي كوعك متني وأنت طالع بالوزن، ده هيقلل من الليفر ارم أو من ذراع المقاومة بتاع الوزن، فالحمل اللي بيبقى نازل على الكتف هيكون أقل بكتير. أو ممكن تخلي دراعك قدامك شوية في زاوية احنا بنسميها الاسكابشن انجل، وزاوية زي دي بتخلي في حمل كويس جدا نازل على العضلة الجانبية للكتف، وفي نفس الوقت بتقلل اللود اللي نازل على مفصل الكتف، فبتحميك من الوجع وبتحميك من الإصابة. وطبعا في اخر التمرين ما تنساش تتمرن الكتف الخلفي، وهنتمرنه بتمرينه قويه جدا زي الفيس بولز. وطبعا ما تنسناش من اللايك والسبسكرايب والشير، لان ده بيساعدنا كتير جدا ان القناه تنتشر وان القناه تتطور. ونشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي.